خبر عاجل: عربدة وتكسير سيارات يؤدي إلى توقيف شاب بحي مولاي رشيد. إليكم التفاصيل. تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة. وكان المشتبه فيه قد أقدم في الساعات الأولى من صباح يوم أمس على إحداث الضوضاء وإلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام بحي مولاي رشيد، حيث أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفية الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.